الخير على كل مشاهدينا، اهلا وسهلا بحضراتكم، برحب بيكم دايما وبسعد بلقاء حضراتكم في نجوم على اللايف من كل اسبوع. كل اسبوع وزي ما اتعودنا بيكون معانا نجم جديد، نجم تعب واجتهد مشوار طويل، محطات مختلفه علشان يحقق مشواره في نهايه مشواره النجوميه. معانا النهارده الاستاذ الدكتور جمعه سند، استاذ مساعد بقسم الكيمياء بكليه العلوم بجامعه الازهر الشريف. اهلا وسهلا بحضرتك يا فندم، مرحب بيك. اهلا وسهلا بحضرتك، ربنا يكرمك. شكرا جزيلا لحضرتك وسعيد ان انا اكون معاكم النهارده. تفاصيل اكيد كتيره في مشوار النجوميه هنتوقف مع حضرتك ومعاها، لكن قبل ما نبتديها هنتابع مع الساده المشاهدين هذا التقرير ونرجع نبتدي كلامنا. خليكم معايا.
مرة تانية برحب بيكم وببتدي معاكم لقائنا ومع ضيفنا اللي نورنا النهارده في استوديو نجمنا الأستاذ الدكتورة جمعة سعد، أستاذ مساعد بقسم الكيمياء بكلية العلوم بجامعة الأزهر الشريف. أهلا وسهلا بحضرتك يا دكتور، نورنا. اهلا وسهلا بحضرتك وكل الساده المشاهدين، وسعيد ان اكون معاكم النهارده. يا أهلا بيك. هنبتدي مشوارنا من البداية خالص من مكان الميلاد والنشأة. تمام. كانت فين؟ مكان الميلاد والنشأة، انا اتولدت في محافظه قنا في مركز نجع حمادي في قريه اسمها ابو موري. قريه بسيطه كده بجوار مصنع الالومنيوم، لو حد تعرفه عارف المنطقة. مصنع الالومنيوم، مصنع شركه السكر. في اسره بسيطه، الحياه القرويه البسيطه، شغل يعني الناس بيزرعوا القصب، القمح، الذره، الحاجات البسيطه دي في البيوت البسيطه برضو التقليديه اللي كلنا معتادين عليها يعني في قرانا في صعيد مصر. دي حضرتك نشأت فيها لغاية لحد امتى؟ يعني نشأت فيها من الميلاد لحد دخول الجامعة يعني. تمام. دي مرحلة طويلة. مرحلة طويلة. المرحلة دي جزء. صحيح. 6 سنين وست ابتدائي طبعا واعدادي وثانوي. بالظبط. اهلا بحضراتكم مشاهدينا مرة تانية، برحب بيكم. ما زلنا معاكم في نجوم على لايف، وما زلنا معانا منورنا في الاستوديو الاستاذ الدكتور جمعة سعد، استاذ مساعد بقسم الكيمياء بكلية العلوم جامعة الازهر الشريف. اهلا وسهلا بحضرتك يا دكتور. اهلا وسهلا بك يا فندم. برحب بيك مرة تانية وبنستكمل حديثنا. كنا توقفنا قبل الفاصل عن التحاق حضرتك بكلية العلوم. بداية يعني تقبلتها ازاي؟ كلية العلوم ايضا من الكليات الصعبة مش سهلة، المذاكرة كانت عاملة ازاي؟ كلمني اكتر عن هذه المرحلة. تمام. هي كلية العلوم كانت بدايتها مع صدمة الثانوية الثانوية، وطبعا ما كنتش متقبل او ما كنتش مهيئ نفسي ليها. على طول فجأة التنسيق ظهر، بدل ما انا كنت مرتب حالي مسافر مثلا شرم، لقيت نفسي لا مسافر الغردقة. حاجتين مختلفتين. فلا علوم ما كنتش مرتب نفسي عليها، ايه الحاجات اللي هناخدها، هطلع ايه، هدخل ايه، هذاكر ايه. لا فكانت الى حد ما صدمة، ومع زعل شوية، مع حلم الى حد ما في سني شايف ان حلم ضاع. ده اثر جدا على الترم الاول. بدأت بقى كلية العلوم هنا في اسيوط. لا في اسيوط، جامعة الازهر في اسيوط. تبعد يعني 300 كيلو على مدينة يعني الباشا. مشوار طبعا. اقامة لوحدي بعيدا عن الاسرة. اي نعم اقمت في المدينة الجامعية لان مجموعي كان عالي جدا بالنسبة للعلوم. انا جايكم من هندسة المفروض. فسكنت في المدينة الجامعية، ودي حاجة كويسة جدا يعني بتوفر وقت ومجهود كبير على الطلاب. فسكنت في المدينة، بس برضو ما كنتش متقبل الكلية، ما كنتش مختار حتى القسم، لأن علوم أقسام كتير جدا. رياضيات وهندسة رياضيات وكيمياء وفيزياء وجيولوجيا وبيولوجي. ففي أقسام كتيرة ما كانش عندي الوقت الكافي إن أنا أفهمها أو إيه تخصصاتها أو إيه متطلباتها علشان أدخل فيها. بالظبط. دخلت الكلية قالوا لا، كل في قسم اسمه قسم الكيمياء، ده بيشتغل في شركات البترول وفي كذا وبياخد أعلى تقدير. قلت خلاص أروح مع اللي بياخد أعلى درجات. فدخلت قسم الكيمياء برضو متردد، ناس تانية أو هواجس تيجي لا علوم ملهاش مستقبل، علوم هتاخدها تشتغل مدرس بعد ما تدخل 4 سنين طحن في معامل ومذاكرة وما تجيبش فيها تقدير، وفي الآخر تشتغل مثلا مدرس. طب ما تروح تربية وتشتغل مدرس أحسن وأسهل. طب هحاول أعيد السنة. ما اتكلمتش مع حد خالص أكبر سنا أو أكثر خبرة قبل ما يعني حقيقي صعبت عليا عن هذه المرحله طبعا يعني صحيح. طبعا لا كان في شخص الله يمسيه بالخير، شخص يعني احسبه ان هو ذو تنبؤ وقراءه للواقع بشكل دقيق جدا. وانا اذكر جمله قالها جدا وقالها في ذاك الوقت يعني. فقال لي لا خليك في كليه علوم. هو خريج علوم كيمياء جامعه القاهره من نفس القرية. فقال لي لا طالما دخلت كلية علوم كمل فيها وإن شاء الله ربنا هيعوضك خير. وبعد ما اشتغلت، بعد ما اتخرجت من كلية العلوم وتعينت معيد فيها، فقال لي جملة، قال لي اسمك سيتردد في سفارات العالم، وهو حي يرزق إن شاء الله ويسمع الكلام ده. فقال لي اسمك سيتردد في سفارات العالم، وقد كان يعني
هو اللي شجعك او هو اللي خلاص يعني قال لي خلاص قتل لك الهواجس دي بانه خليك في كليه العلوم وخليك في قسم الكيمياء. بالظبط. يعني ممكن هو ما كانش له سبب او داخل في اختيار القسم، لكن قال لي لا خلاص طالما دخلت علوم كمل فيها وان شاء الله تعوض اللي كنت بتحلم بيه. وقد كان يعني الحمد لله الواحد يعني لحد ما عمل يعني تعويض لي اللي فات. فدخلت كليه علوم، اقعد ما اقعدش او احول مش ما احولش لا، فدخلت حضرت المحاضرات لقيت الامور ماشيه. المحاضرات طبعا دسمه، دراسه شديده جدا، الجدول من 8 صباحا ل 8 بالليل. يعني كنا ندخل الكليه قبل الشمس تكون طالعه نطلع، بعد الشمس بتغيب ما نشوفش الشمس تقريبا 24 ساعه بين سكاشن ومحاضرات دراسه دسمه جدا. تقريبا كنا نقعد ال3 شهور كلهم على بعض ما نروحش. يمكن كنت محظوظ ان انا في المدينه الجامعيه فما عنديش وقت مستقطع لشراء الاكل او تجهيزه او كذا، فكنت الاقامه ميسره لي الامور، امان شويه، مش بحتك مثلا بالشارع كتير. فوفرت لي جو ان انا لا وقت كله ملكي اذاكر بقى. الصحبه برضو في المدينه الجامعيه بتكون اللي هم الشباب اللي هم الشاطرين بالظبط، بيتجمعوا كده في متفوقين. فبتبص على يمين تلاقي زميلك اللي في تجاره بيذاكر، شمالك زميلك اللي في طب بيذاكر، ففي نوع تنافسي شويه. فده لا خلاني امشي مع هذا التراك، وربنا عوض وكرم. لقيت نفسي في الترم الاول جايب المواد كلها امتياز. قلت ايه ده، كليه علوم اللي بيقولوا عليها وياما بهدلت الناس، انا اجيب في كل مواد امتياز؟ لا ده الدنيا سهله بقى، لا خلاص شمر عن ساعديك وكمل. فالحمد لله كملت كليه علوم كلها ال4 سنين كلهم امتياز. الاول على القسم، فكانت بدرجات برضو انا اذكر كنت 90 وحاجه من 10، اللي هي يعني في كليه علوم دي رقم كبير جدا. يعني ما يتجابش الا في الكليه في الاقسام اللي هي زي الرياضيات اللي امتحانها في الورقه بس. لكن الماده اللي فيها عملي واعمال سنه وسلوك وانضباط وكشكول وبلطو، يعني التقييم في كليه علوم للاسف تقييم على كل حاجه. يعني سلوكي في المعمل عليه درجات، حضوري للسكاشن العمليه عليه درجات، اعمال السنه درجات، امتحان شفوي درجات، امتحان تحريري. فحتى المتفوق تماما البيرفكت ممكن ينقص درجه هنا ودرجه هنا ودرجه هنا ودرجه، لان ما حدش بيديه 100%. فبيلاقي نفسه لا ناقص درجات كتير. فلكن الحمد لله كانت درجات كلها كبيره. 4 سنين امتياز الحمد لله. بعدها برضه اتعينت الاول قبل ما اتعين معيد في الجامعه، اتعينت في مساعد باحث في مركز بحوث الفلزات. ده في مركز بحثي، وظيفه مساعد باحث، هو نفس وظيفه الجامعه بس ما فيش تدريس طلاب في الجامعه، لا هو اجراء بحوث وتجارب عمليه فقط. قعدت فتره 6 شهور، والفتره دي بصراحه لا غيرتني تغيير كبير في المشوار البحثي بعد كده. تمام. وبعد 6 شهور اتعينت معيد في كليه العلوم. جت الجامعه طلبتنا، كان في تعيينات تكليف، فطلبتنا نتكلف معيدين في نفس الجامعه. فانا بصراحه اخترت الجامعه، اتنصحت ان انا لا اكمل في مركز البحوث. فلا للامانه استهوتني الجامعه. والاهل برضه فرحوا جدا بالتعيين، فلا قالوا لا نروح الجامعه. فتعينت معيد في كليه العلوم في سنه 2007، بدايه 2007. تمام. خلصت. ده عادة بتبقى أول محطة بعد كده هي رسالة الماجستير. طبعا احنا قابلنا إن احنا نبقى معيد في الجامعة. بالزبط. رسالة الماجستير كانت عن إيه؟ رسالة الماجستير كانت عن تخصص جديد جدا آنذاك، كان تخصص النانو تكنولوجي وعلوم النانو لسه يعني في بدايتها. الله يمسيه بالخير كان عندنا رئيس قسم دكتور عبد العزيز يوسف، كان رئيس القسم في الوقت ده. وانا ما كنتش طبعا للامانه لسه شاب متخرج جديد، ما اسمعش بالتخصصات الجديده، لسه ما قريتش، لسه ما اشتغلتش بحثيا في حاجه. فقال لا انا مش هعملك كوبي مننا، يعني انا مثلا استاذ كيمياء تحليليه مش هخليك تشتغل كيمياء تحليليه عشان تبقى زيي. هنا في الدكتور مثلا بتاع كيمياء عضويه مش هتسجل معاه وتعمل رساله ماجستير معاه عشان ما تبقاش زي نسخه منه. قال دلوقتي في تخصص جديد ومفيش حد عندنا في القسم كله بيشتغل في التخصص ده، فانت لازم تعمل رسالتك في التخصص ده. قلت له طيب حلو جدا. انا ال6 شهور اللي اشتغلتهم في مركز بحوث الفلزات عرفوني بالناس هناك وبيشتغلوا في ايه وايه امكانياتهم. بصراحه هم امكانياتهم البحثيه افضل من الجامعات، لان الميزانيه مثلا بتروح ميزانيه للجامعه وتروح ميزانيه من الدوله لمراكز البحوث. احنا للاسف في الجامعه الميزانيه كلها مستهلكه للطلاب. امتحانات واهتمامات للطلاب
كذا ورحلاتهم العلميه ومعاملهم. فالميزانيه معظمها بيستهلك للجانب التدريسي الاكاديمي. لكن في مراكز البحوث لا، الميزانيه بتاعتهم للابحاث وللتجارب ولانشاء المعامل. فتلاقي المعامل عندهم لا على اعلى مستوى او افضل من الجامعات بشكل كبير. الكيماويات عندهم متاحه بالذات في التخصصات بتاعتنا احنا، اللي عايز حاجات تشتغل بيها. ايوه. فاللي عايز ادوات تشتغل بيها، اجهزه، تحاليل، كيماويات، فدي متوفره اكتر في مراكز البحوث. فقلت له طيب حلو جدا، طالما التخصص ده يبقى انا هشتغل مع الاساتذه وفي المكان اللي انا اتعينت فيه وعرفتهم وعرفوني ورحت وبقيت زميلهم وتلميذهم هناك، فانا هكمل معهم. وقد كان سجلت مع الدكتور اسامه فؤاد، استاذ دكتور بمركز البحوث في الذات واستاذ في جامعه اسيوط، والدكتور صلاح مخلوف. هما الاثنين حطوا لي خطه بحثيه. هما الاثنين بسم الله ما شاء الله كانوا هما الاثنين خارجين من اليابان، واخدين دكتوراه من اليابان. فبصراحه علموني كويس. استغلت امكانيه مراكز البحوث في ان انا اعمل شغل كتير. كنت يعني افرغ نفسي من التدريس في الجامعه واجي هنا في حلوان اعمل الشغل العملي وارجع تاني في الجامعه اكتب واحلل واحسب ومش عارف ايه. فرساله الماجستير كانت بخصوص تحضير المواد النانومتريه بتطبيقات تكنولوجيه. تمام. هل كان في محطة بينها وبين الدكتوراه سفر، ولا على طول بعد ما خلصت الماجستير بدأت في تحضير الدكتوراه؟ هو أنا قبل ما أخلص الماجستير بدأت أراسل لمنح للدكتوراه. تمام. طبعا إحنا طالما تعينا في الجامعة الماجستير والدكتوراه إجباري. أيوة. يعني لازم أخلص ماجستير في مدة معينة 5 سنين، لازم تخلص دكتوراه في مدة معينة. عايز تاخدهم من جوه مصر أوكي، من بره مصر مفيش مشكلة. فبنهايه الماجستير كده وانا بقفل الرساله ومنتظر المناقشه بدات اتراسل مع بعض الاساتذه. اتصلت مع استاذ في ايطاليا، انا مثلا بشتغل كذا وعملت كذا في الماجستير وتعلمت التكنيك الفلاني والجهاز ده وعايز اعمل دكتوراه معاك. راسل بنبعت كده العاده ان احنا بنتراسل مع اساتذه في نفس التخصص في دول كتيره. اللي تجاوب معايا دكتور في ايطاليا، استاذ في ايطاليا واستاذ في ماليزيا. الاثنين دول اللي ردوا عليا. فعلى طول بعد ما خلصت الماجستير انا جاهز للسفر يا جماعه. مين الاجراءات اللي خلصت بسرعه؟ ماليزيا. طبعا ناس كتير الاراء طبعا احنا بشر وارائنا متفاوته. ففي ناس كتير نصحتني لا ماليزيا، لا ماليزيا مش طبعا يعني ايطاليا اوروبا. بالظبط، ايطاليا اوروبا. ولا او روح اليابان، روح امريكا، روح كذا، روح دوله متقدمه. أنا بصراحة يعني مشيت بمبدأ عصفور في اليد ولا 10 على الشجرة. فهذه دي المنحة موجودة معايا وأنا ضامنها والأستاذ منتظرني وعاوز يبدأ معايا. أسيبها وأنتظر لسه هبدأ تاني من الأول وأبعت وحد هيرد عليا أو لأ؟ ما الوقت ده عامل مهم جدا. بالظبط. أنا أسافر دلوقتي وبعد 3 سنين أكون معايا دكتوراه، ولا لسه هستنى 2 سنين ويا عالم هسافر فين وأقعد كام سنة؟ طبعا. والفلسفه صحيحه 100%. واتاكدت تماما 100% بعد الاحداث. يعني حاليا لو رجع القدر لا هختار نفس التراك ده. لان ببساطه الدول المتقدمه، امريكا، اليابان، اوروبا، دول مشبعه بالبحث العلمي، وصلوا لدرجه من الاكتفاء او من التشبع. فعشان كده ممكن مهما انا عملت هناك ما يهتموش بيه. لكن لما تكون الدولة لسه عاوزة تصعد وتنشأ بتضخ ميزانية كبيرة للبحث العلمي وتشجعك على الإنتاج، حتى لو الإنتاج بسيط لا عايزة تنميه معاك، هي يعني تصعد بنفسها وتصعد بيك. فالشخص ممكن ينتج فيها أكثر من الدول الثانية. يعني ممكن نفس الفكرة البحثية مثلا حد في أوروبا مثلا لا أنا مش انترستد إن أنا أشتغل فيها. ليه؟ لأنه يعني ما عندوش مثلا خلاص يعني حد اتكلم فيها، هو ما عندوش الدافع انه يعملها. لكن هناك هو مثلا عاوز يرقى، عاوز يترقى، عاوز يجيب دخل للمعمل، فيضطر ان هو لازم ينتج علشان ياخد دعم اكتر. صحيح. فهي دولة كانت عاوز تصعد او في منحنى الصعود، فكلنا شجعت انتاجنا. لا وكانت بصراحه وجهه ظريفه. طبعا. ايه الخبرات اللي اكتسبتها من السفريه دي؟ قعدت فيها قد ايه اساسا في ماليزيا؟ انا سافرت ماليزيا في نهايه 2012. خلصت دكتوراه في 2015، سنتين ونص كده كنت مخلص دكتوراه، وكملت تاني 4 سنين تاني بعد كده. يعني قعدت 7 سنين متواصله في ماليزيا. بصراحه كانت تجربه جميله. انفتاح على ثقافات بقى
دولية، جنسيات مختلفة، ديانات مختلفة، عرقيات مختلفة. أيوة. يعني هو المجتمع الماليزي يتميز بأن هو كذا عرقية داخل نفس الدولة وكذا جنسية مختلفة كلهم مجنسين بالجنسية الماليزية. يعني في عرق صيني تقريبا تلت الشعب صيني، تلت الشعب هندي، والتلت الملايو، شعب الملايو اللي هم المواطنين الأساسيين للبلد، أصحاب الأرض يعني. تمام. فدول الثلاث مجتمعات دول عايشين في تجانس ووئام جميل جدا برغم اختلاف عقائدهم الدينية، اختلاف إلى حد ما لغات، يعني ده بيتكلم هندو، ده بيتكلم صيني، ده بيتكلم مالايو، لكن يجمعهم الجنسية وتجمعهم لغة تفاهم جميلة جدا. فاللي يعيش وسطهم لا يتعلم الانضباط والتوائم مع الآخر، حتى لو كان مختلف معاه فلسفيا، ايديولوجيا، عرقيا، دينيا، لا ممكن يبقى أضبط معاه ويعيشوا في تناغم ظريف. فبصراحة استفدت منها كتير على المستوى الإنساني الوجداني. المستوى العلمي طبعا لا هم كانوا يعني احنا في مصر هنا بنعاني من قلة الإمكانيات البحثية شوية. لما رحت هناك لا في فرق كبير جدا. يعني أنا كنت في معمل كل الأجهزة متاحة لي، كل الأدوات، كل الإمكانيات. عايز أروح مؤتمر أوكي بورقة، أسافر اليابان، أسافر تايلاند، أتحرك بسهولة. الدعم المالي برضو إلى حد ما متوفر. عايز أشتري حاجة معينة للبحث لا متوفرة موجودة. التشجيع وفي بعض الجوائز والتشجيع والمؤتمرات والتكريمات دي برضو خلقت نوع من التحفيز والتشجيع طبعا. فكانت لا تجربة بحثيا وعلميا واجتماعيا لا تجربة ظريفة جدا جدا. حضرتك عندك 2 براءة اختراع، هل دول تموا هناك في ماليزيا ولا لما رجعت مصر؟ لا هم تموا هناك في ماليزيا. انا راجع مصر بقالي 2 أو 2.5 سنة، فدول تموا هناك في اثناء دراسة الدكتوراه. كنا بنشتغل على حاجات كده يعني افكار بحثية الى حد ما جديدة شوية. فالافكار البحثيه اللي هي متخصصه في ايه؟ متخصصه في تحضير حاجه اسمها السوبر كاباستور او المكثفات فائقه السعه. دي اجهزه تخزين للطاقه الكهربائيه زي بطاريه الموبايل. فاجهزه تخزين بنخزن فيها الطاقه الكهربائيه، نشحنها ونرجع نستخدمها في اجهزه الالكترونيات المختلفه، في الموبايل، في اللابتوب، في الطيارات، في العربيات. يعني الصين دلوقتي بدأت تصنع أتوبيس بيمشي بهذه المكثفات فائقة الساعة، تشحنه فبيمشي الأتوبيس 10-20 كيلومتر. تمام. فبنصنع المواد المستخدمة في تصنيع المكثفات فائقة الساعة. الفكرة ان احنا صنعنا المواد دي او المكثفات دي من حاجات مخلفات بيئية. أيوة. من قش من جريد النخل، من قش يعني من المخلفات النباتيه عموما. هم ما عندهمش رز فكنا بنشتغل على جريد النخل، لكن هنا برضه نفس الفكره من قش الرز ممكن يستخدم. تمام. بذر الترمس او البذور او بذر النخل او اغلفه النخيل هناك. فمختلف النباتات كلها ممكن نحضر منها مواد نانومتريه تستخدم في تصنيع هذه المكثفات. أيوة. فلان الفكره كانت ان المكثفات دي اجهزه مطلوبه وحيويه ومفيده للبشريه كلها، وجايه من مصدر مخلفات بتضر البيئه. فيعني كاننا ضربنا عصفورين بحجر، خلصنا البيئه من النفايات وصنعنا منها حاجه مفيده للعالم كله. فدي جالت تسجيل براءتين اختراع في الموضوع ده غير حضرتك كنت فزت بمشروع بحثي ممول من اكاديميه البحث العلمي ده هنا بالظبط. ده اللي فزت بيه هنا، طبقت اللي حضرتك خدته هناك او اللي عملته هناك جيت طبقته هنا في مصر. بالظبط، ده امتداد للشغل او الخبره اللي انا اكتسبتها هناك والبحوث اللي نشرناها. فقدمنا في اكاديميه البحث العلمي بتقدم دعم للمشاريع البحثيه. فكان في اعلان نازل عند كوب 27 متزامن مع كوب 27 ايام المؤتمر المناخي اللي عقد هنا. كانوا عاوزين افكار بحثيه او مبادرات بحثيه بتخدم التغيرات المناخيه. فانا تقدمت بمشروع انا وفريق بحثي من شباب متميزين. قدمنا على مشروع بحثي بتدوير النفايات الصلبه، تدوير النفايات المخلفات الالكترونيه وتدوير المخلفات النباتيه، ونصنع منها مواد
مفيده لتطبيقات مختلفه، سواء تطبيقات الطاقه او تطبيقات البيئه. آه. فعشان تم كده تنفيذها بالفعل؟ بدأنا حاليا، يعني احنا حصلنا على التمويل من شهرين او من 3 شهور مع اعلان كوب 23. كان في احتفاليه مع السيد الوزير ورئيس اكاديميه البحث العلمي ورئيس صندوق التمويل الابتكار SDF دكتور شتاء. فكانت في احتفاليه ظريفه من 3 4 شهور، واخذنا التمويل وبدأنا التنفيذ بالفعل في المشروع ده. تمام، نطلع للفاصل يا دكتور ونرجع نكمل كلامنا مع حضرتك ومع الساده المشاهدين. خليكم معانا مشاهدينا، الفاصل قصير ونعود. برحب بكل مشاهدينا، ما زلنا معكم في نجوم على لايف. نرحب بطبيعه الحال مره ثانيه بضيفنا منورنا النهارده الاستاذ الدكتور جمعه السند، استاذ مساعد بقسم الكيمياء بكليه العلوم جامعه الازهر الشريف. اهلا وسهلا بحضرتك. هنستكمل حديثنا عن الاعمال. كمان من ضمن الحاجات حضرتك محرر لعديد من المجلات الدوليه ومراجع لاكثر من 80 مجله مصنفه. كلمني عن الموضوع ده. تمام. الابحاث العلميه بتمر بمرحله التحكيم النظراء اللي بيسموه البير ريفيو ايفالويشن. يعني مثلا انا عملت بحث في مصر، البحث ده علشان يتنشر لازم يجاز من ناس في نفس التخصص طبعا. في نفس المستوى، فبيتبعت لاستاذ مثلا في اليابان، استاذ في امريكا، استاذ في كندا، ممكن 1 أو 2 أو 3 أو ممكن 10 يقروا البحث ويقيموه ويسردوا نقاط الضعف ونقاط القوه اللي فيه ويدوا تصليحات وطلبات وهكذا. فالعمليه دي اسمها عمليه البير ريفيو او مراجعه النظراء. العمليه دي عمليه مجانيه تطوعيه تماما، وكل الباحثين بيساهموا فيها باختلاف مثلا الكميه. فالمجلات كل مجله مثلا بتختار مثلا مين اللي في تخصصها او اللي بيفهم الشغل اللي بيتنشر فيها او عنده بحوث مشابهه، وتبعت له انه يكون يا اما محرر فيها، يعني يرأس عمليه النشر دي ويقرر مين البحث اللي ينشر او لا، او يكون مراجع ليها، يعني يقول البحث ده صالح ولا غير صالح. تمام. المحررين دول اشخاص بيبقوا معروفين، هويتهم معروفه، يعني اسم بيكون موجود مثلا على المجله ومعروف المجله دي مثلا مين اللي بيديرها وكذا. المحكمين لا، بيكونوا ناس مخفيه هويتهم، يعني محدش يعرف عنهم حاجه. بالظبط، علشان ما يحصلش نوع من الكونفليكت او تضارب المصالح او الزعل ببساطه. فمثلا بحث عمله زميل في اليابان، البحث يروح للمجله، المجله تحذف اسماء اللي عملوه وتبعته لي انا، فلا انا اعرفهم ولا هم يعرفون. عشان كده عمليه التحكيم تتم بشكل الى حد ما محايد، فيها نزاهه. بالظبط، نزاهه. تمام. فبعض المجلات اكثر من 80 مجله بتبعت لي البحوث بتاعتها اقيمها، بنكتب تقرير عنها، البحث ده يرقى انه يتنشر او لا، في مشاكل ما يتنشرش، او نوصي للباحث انه هو مثلا لا يعمل كذا وكذا وكذا وينقصه كذا وكذا وكذا علشان يتنشر، ونكتب تقرير ليهم، فبناء عليه يتعدل البحث او يا اما يتقبل يا اما يترفض. ففي اكثر من 80 مجله حكمت لهم حوالي حتى الان يعني 350 بحث. يعني الارقام حتى لو تبدو قليله، لكن لا، ده مجهود جبار. ان البحث مثلا الواحد ممكن ياخد اسبوع في شغل زي ما ذكر حضرتك بدون مقابل، انك تقراه وتكتب تقرير عنه وتجيزه وتضبط ضميرك انه يجاز بشكل او صحيح. بشكل محايد. صحيح. فالمجلات دي في بعضها انا محكم فيها ريفيور، وفي مجلات انا يعني محرر فيها. هي حضرتك كمان من ضمن قائمة العلماء اللي تم تصنيفهم 2% جامعة ستانفورد لعامين متتاليين 2021 و 2022 بالظبط. تمام. جامعة ستانفورد او باحثين في جامعة ستانفورد كل سنة بيشوفوا الناس اللي في كل التخصصات على مستوى العالم الباحثين ويقيسوا انتاجهم البحثي، يعني نشروا كم بحث، تم الاستشهاد بابحاثهم دي كم مرة، فبيحطوا بعض المعايير كده ويفلتروا الباحثين على مستوى العالم. طبعا البحث اللي بيعملوه ده مجهود جبار، انه بيتعامل مع اكثر من 6 مليون باحث على مستوى العالم. الداتابيز اللي بيشتغل عليها 6 مليون باحث، اي نعم هم في ادوات بتسهله ده، يعني في داتابيز اسمها سكوبس، دي هي بتصنف الباحثين، بس هي مش بتصنف بتقول مين الاعلى ومين الاقل او مين رقم 1 من رقم 2، هي بس بتتيح له معلومات عن الباحثين. تقول له مثلا جمعه ده عنده كذا بحث، عنده كذا استشهاد، عنده كذا،
فهو بياخد المعلومات دي مم. ويحللها ل6 مليون واحد، ويحللها ويفلترها ويحط هو معادلاته وحساباته اللي تحط له مين الأعلى تميزا في تخصصه. ايوه. فبيطلع كل سنة إحصائية بالناس الأكثر تميزا، وبياخد نسبة 2% من ال6 مليون دول. فالحمد لله أول مرة دخلت فيهم في السنة قبل الماضية، والسنة دي برضو للعام التالي على التوالي كنت محظوظ إن أنا أكون. هل ده نتيجة إن حضرتك ليك تقريبا أكتر من 135 بحث علمي تم نشرهم؟ بالظبط. هو بيعتمد باعتماد أساسي على البحوث المنشورة ال 135 دول، وعلى حاجة تانية اسمها الاستشهادات المرجعية للبحوث. ما أنا ممكن أعمل مثلا 100 بحث، بس ال 100 بحث دول ما لهمش ولا لازمة، مجرد حبر على ورق. صحيح. لكن البحث اللي له لازمة واللي بينظر ليه بعين الاعتبار، لما أنا أعمل حاجة وأنشرها ويجي باحث تاني في دولة أخرى ياخد الفكرة دي ويكمل عليها. تمام. فلما ياخد الفكرة ويذكرني أنا، يذكر البحث بتاعي مرجع في بحث هو، أنا باخد نقطة اللي هي استشهاد، أو هو اعتمد علي أو أخذني كمرجع. فالمعيار الثاني اللي بيعتمد عليه في ستانفورد اللي هو عدد الاستشهادات المرجعية اللي بياخدها الباحث. سريعا قبل ما نختم عشان وقتنا خلاص بيخلص، أهم الجوائز والتكريمات اللي حضرتك حصلت عليها؟ والله الرحلة البسيطة القصيرة يعني حصلت الحمد لله على أكثر من جائزة، منهم أهم جائزة أو أفضل لأنها عالمية جائزة تواس، كانت في 2018. دي كانت جائزة أفضل علماء العرب الشباب، كانت على مستوى الميدل إيست الشرق الأوسط. هيئة تواس هيئة دولية مقرها في إيطاليا، ولها مكاتب كثيرة في مصر ويونان الصين وهكذا. تمام. فتقدمت عليها، كانت مشترطة 5 بحوث في نقطة معينة، فتقدمت للجائزة في 2018 والحمد لله أخذت الجائزة مناصفة مع دكتورة في جامعة السويس، على ما أعتقد جامعة السويس دكتورة. تمام. دي جائزة ايه الجوائز الثانية؟ تواس. في جائزة عباد الدولية من الأكاديمية الأفريقية للعلوم، في جوائز في معارض علمية في ماليزيا في الايتكس وستريكس، في جائزة جائزة الجولد ميدال في معرض لندن، المعرض الدولي في لندن بريتش BIS بريتش انترناشونال شو. في برضه كانت مسابقة علمية في روسيا في أرشميدس، مسابقة أرشميدس في روسيا، برضه أخذنا جولد ميدال فيها. يعني تكريمات طبعا من رئاسة الجامعة، من رئاسة جامعة الأزهر. طبعا كل ما يكون في حدث كده يعني ما شاء الله جامعة الأزهر ونوابها بيستدعونا ويكرمونا كده. برضو مؤتمرات في جامعة القاهرة، جامعة العريش ألقيت محاضرات عندهم، فكان في برضو تكريم واحتفاء بشكل ظريف. تمام. أول جائزة تفتكر كانت إمتى؟ أول جائزة هي جائزة تواس دي كانت في 2018 بالظبط. دي كانت أول جائزة. آخر جائزة عباد الدولية كانت 21 سنة الفوائد. الجائزة اللي بتحلم بيها اللي لسه ما جاتش؟ ما بحلمش والله بحاجة يعني طالما الإنسان ماشي وبيحاول اللي يجي أهلا وسهلا والنصيب. لكن ما فيش من جواك مش بتتمنى مثلا جائزة الدولة التقديرية، جائزة الدولة التشجيعية؟ والله ما حدش بيتمنى، لا يعني ان شاء الله الله المستعان. بالتوفيق ان شاء الله يا دكتور. حضرتك نورتنا النهارده. انا بشكرك الأستاذة الدكتورة جمعة سند، أستاذ مساعد بقسم الكيمياء بكلية العلوم بجامعة الأزهر الشريف. شكرا ليك، ودايما مزيد من الجوائز والتكريمات والتوفيق. شكرا جزيلا يا فندم، شكرا جزيلا، سعيد. بشكر كل السادة المشاهدين على طيب المتابعة، وإلى اللقاء.